السلام عليكم والصلاة والسلام على الرسول الله. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لو اول مرة تسمعوني ان ايه فوده من قناتي كل يوم وصفة، وان شاء الله نقدم لكم كل يوم وصفة، وان شاء الله هنعمل النهاردة مع بعض اسهل وصفة من وصفات العيد والغريبة اللي الكل بيحبها. وشايفين ما شاء الله هنعملها مع بعض ونعرف ازاي نسويها تطلع معاكي ناعمة زي ما احنا شايفين كده مع بعض، وان هي تاخد التسوية الصح زي ما احنا شايفين مع بعض كده. ان شاء الله بعد الفيديو ده تبقى اشطر واحده في اعمال الغريبه وتطلع معاكي مظبوطه زي ما احنا شايفين، وتعرفي اسرار تسويتها ونجاح الغريبه معاكي ان شاء الله. لسه ما اشتركتوش اشتركوا وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، ويلا بس دي. وزي ما احنا شايفين دي بس مكونات الغريبه. معانا هنا سكر بودره 150 جرام، معانا سمنه بلدي 300 جرام، معانا دقيق نص كيلو يعني 500 جرام. ديت بس مكونات الغريبه، ما بينضافلهاش اي حاجه تانية. بس ولازما السمنه تكون في التلاجة، طلعها من التلاجة على طول تشتغلي بيها. عندك طريقتين تعملي بيها، ان انت تحطي الزبده مع السكر البودره تضربيهم بالمضرب لحد ما يعملوا زي الكريمه، وبعدين تنزلي عليهم بالدقيق. وفي الخطوه التانية زي اللي انا هشتغل بيها النهارده. بسم الله. اول حاجه هننزل بالدقيق بسم الله. وطبعا لازم يكون دقيق نوعيه كويسه. بسم الله. وهنا معانا السكر، هنقلب بس السكر مع الدقيق كده الاول. ودلوقتي هننزل بالسمنه، وطبعا زي ما قلنا لازم تبقى سمنه بلدي، ما ينفعش تتعمل بزبده. بسم الله. وزي ما احنا شايفين دلوقتي مع بعض حطينا السكر والدقيق والسمنه، وهنضرب بسم الله. هنشكلها بالكيس بسم الله، وهنخلط زي ما احنا شايفين كده مع بعض. وما ننساش زي ما قلنا ان السمنه تكون طالعه من التلاجة. زي ما احنا شايفين بعد ما خلطنا الدقيق والسمنه والسكر دقيقتين بقى عامله معانا شكل حبات الرمل المندي كده زي ما احنا شايفين مع بعض. بس دي طبعا مش النتيجه اللي احنا عاوزينها، هي لسه هي بتقعد معانا حوالي 10 دقايق. يعني الطريقه دي لو جيتي تعمليها على ايدك بتبقى صعبه شويه، فهي افضل حاجه العجان. لو مش موجود هي بتاخد وقت معاكي شويه، او الافضل بقى ان انت تعملي اللي هي تضربي الزبده مع السكر لحد ما تبقى كريمي، وبعدين تضيفي لها دقيق. بالطريقه ديت ما بتقدريش تشكلها في الكيس لانها بتبقى جامده شويه، انما هي دي الطريقه اللي بنشكلها بالكيس. نرجع نكمل ضرب ونرجع مع بعض ان شاء الله. وزي ما احنا شايفين دلوقتي مع بعض قوام الغريبه بقى عجينه كده زي ما احنا شايفين، بس لسه مش دي القوام اللي احنا لسه هنكمل فيها عجن، ونرجع مع بعض ان شاء الله نشوف اخر نتيجه. وزي ما احنا شايفين مع بعض والعجينه بقت كريمي زي ما احنا شايفين كده، واحنا مستمرين في العجن برضه. وده ما تخافيش في الوقت ده ان انت تعجني كتير، لانها مش زي الكحك والبسكوت، هي معلهاش اي سوائل فمش هتعمل معاكي عرق. زي ما احنا شايفين وكده زي ما احنا شايفين بقت جاهزه معانا. احنا عاوزين القوام اللي بيلزق دوت. وطبعا لو انت عملتيها ورجعتي عاوزه تكوريها تحطيها في التلاجة ساعتين او 3 وتكوريها على ايدك تاني. وده الشكل اللي هنشتغل بيه الغريب اللي هو الساده خالص. لو مش موجود تستعملي كيس حلواني تفتحيه على قد الحجم الغريبيه اللي انت عاوزاه وتشتغلي بيه. زي ما احنا شايفين مع بعض معانا هنا صاج مش ممسوح اي ماده دهنيه، وبس كده. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما احنا شايفين مع بعض شكلناه كده بالشكل دوت. وزي ما احنا شايفين بعد ما خلصنا تشكيل اول صاج، وكان هنا معايا لوز ومعايا لولي ومعايا هنا شوكليت شيبس بس هو كيس صغير، واحنا زيناه زي ما احنا شايفين كده. خلص تشكيل بقيه الكميه ونرجع مع بعض ان شاء الله نشوف. ودي كده ما شاء الله كل الكميه اللي طلعت معانا ما شاء الله من نص كيلو طلعنا الكميه دي كلها ما شاء الله. وهنسويها هندخلها الفرن دلوقتي ان شاء الله. ودي كده ما شاء الله بعد ما خلصنا دي الكميه اللي طلعت معانا ما شاء الله على رف وسط على درجه حراره 150 وهنسويها ونرجع نشوفها مع بعض ان شاء الله التسويه. زي ما احنا شايفين مع بعض بعد ما سوينا الغريبه وهنسيبها تبرد خالص وبعدين نقدمها مع بعض ان شاء الله. هنسيبها اقل حاجه 3 4 ساعات زي ما هي كده، مش هنحركها ولا نيجي يمها. بعد ما تبرد هنقدمها مع بعض ان شاء الله.
وزي ما احنا شايفين ما شاء الله بعد ما خلصنا الارضيه بتبقى بيضه كده زي ما احنا شايفين. لو انت بتحبيها مقرمشه او واخده لون انت اللي بتتحكمي فيها طالما انت عاملاها لبيتك. ما شاء الله قد ايه هي ناعمه ودايبه. وطبعا زي ما قلنا التسويه انت اللي بتتحكمي في اللون. وهي خدت معانا بتاخد معاكي في الفرن بالظبط من 10 دقايق لربع ساعه، ما بتزيدش عن كده. بس اول ما بتطلعيها من الفرن بتسيبيها خالص ما بتحركهاش لانها بتبقى طريه. بتسيبيها كل ما بتسيبيها بتمسك نفسها وبتعرفي تشيليها زي ما احنا شلناها كده بسهوله. حجم الغريبيه انت اللي بتتحكمي فيه وانت بتشكليها في القمه. عاوزاها كبيره عاوزاها صغيره انت اللي بتتحكمي فيها. زي ما احنا شايفين ما شاء الله ما فرشتش معانا. انت لو عاوزه تكبريها بتكبريها، عاوزاها صغنونه كده. والمكسرات اللي بتحطها على وشها ما تحمصهاش عشان ما تدخلها الفرن ما تتحرقش. بتدخلها نية بتتحمص معاكي في الفرن. ولو عجبكم وصفتنا النهارده اعملوا لنا متابعة وشير عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.